ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملت لكم النهارده وصفه سهله جدا كلنا بنحبها وما كلفتناش اي حاجه، بتبقى موجوده في بواقي اكلنا اللي في البيت. شايفين؟ تحفه. شايفين قطع الفراخ مع البطاطس والجبنه جميله ازاي، والجبنه سايحه ازاي. تعالوا بينا نعملها سوا، وما تنسوش تصلوا بينا على النبي. المقادير: معايا بطاطس هنا غسلاها ومقطعاها، شايفين؟ عايزاها تكون بالسمك ده، رفيعه مش حجم كبير. ومعايا هنا بانيه، ممكن تعملي الوصفه دي باي قطع بانيه تفيد عندك من الغدا. ومعايا جبنه شيدر وموتزاريلا، ومعلقه توابل بطاطس. عملتها معاكم قبل كده توابل بطاطس، هبقى اسيب لكم اللينك اسفل الفيديو وتشوفوه تعملوها، بتبقى تحفه قوي. جبت طاسه او وok كبيره لو عندك، اعملي اللي يعجبك بقى، واحط فيها الزيت عشان نحمر البطاطس. بس كده هستنى لما الزيت يسخن شويه وبعدين انزل البطاطس. وبعد ما الزيت سخن هنزل البطاطس فيه كده واسيبها بقى تتحمر. تعالى اقولك نعمل ايه تاني. هنبتدي دلوقتي نقطع قطع البانيه بتاعتنا الحجم اللي انت عايزاه بقى. شايفين؟ تكبريها بقى تصغريها براحتك، وكل ما السكينه تبقى معاكي حاميه كل ما تبقى احسن. الوصفه دي حلوه قوي. ممكن ايه لو عندك شويه بطاطس فايضين وحتتين بانيه من الغدا، تقومي جايه عاملاهم الوصفه اللي انا هوريها لك دلوقتي، حلوه قوي وموفره اهي. وعلى فكره ممكن تعمليها بالبطاطس برضو، وتعملي لحمه مفرومه متعصجه وتقومي حطاها ايه بنفس الطريقه اللي انا هعملها بتاعه الفراخ دي، يعني دي تنفع ودي تنفع. وممكن بطاطس بس وتحطي عليها كاتشب ومايونيز وتدخليها الفرن. اهي بس كده خلصتها. بعد ما خلاص حمرت البطاطس، شايفين شكلها جميل ازاي. هفردها كده في الصينيه بسم الله، واحط عليها التوابل اللي قلت لكم عليها. اللي عايز يكتفي بالكاتشب وما يحطش توابل براحته، بس بتخليها حلوه قوي، تدي تست عالي. دلوقتي بقى جت الخطوه ايه اللي هنحط فيها الكاتشب. مش مهم تسويه قوي يعني، بس حط قطع الفراخ الجميله زي ما قلت لك. الوصفه دي حلوه قوي، ممكن تعمليها لو عندك فايض فراخ، تحمري شويه بطاطس وتقومي عاملاها. وممكن على فكره تنفع وجبه غدا، ممكن تبقى عشاء برضو حلوه. واخر حاجه بقى هحطها الميكس الشيدر مع الجبنه الموتزاريلا اهو. اي جبن عندك بقى بتحبيها حطيها. نحط كمان شويه هنا، وزعي بقى كده براحتك. انا مش هدخلها الفرن، انا هحطها تحت الشوايه يا دوب الجبنه تسيح بس وتاخد لون حلو كده. بس كده خلاص. شايفاها ما بتاخدش وقت، يعني ثواني بتكوني عاملاها مخلصاه. شغلت الشوايه بقى واحط الصينيه تحتها، وما تطلع هوريهالك. طلعت الصينيه من الفرن. قدميها بقى مع المشروب اللي بتحبيه، هو ينفع غدا سريع. ولو ما عندكيش مكونات كتيره هي بتنفع الوصفه دي. كلنا عارفين ان ولادنا بيحبوا الحاجات دي وبيتجذبوا لها بره، يلا نعملها لهم. جربوها بقى وقولي لنا ايه رايكم.